برج الجوزاء، الشهر ده شهر الجوزاء فلازم نبتدي بيه. طبعا احنا بنقول له الحمد لله على السلامه يا جوزاء. انا عارفه ان الاشهر اللي فاتت او الحقيقه السنين اللي فاتت كانت سنين صعبه عندك جدا. الشهر ده بقى الحمد لله عندك توليفه حلوه، عندك شويه ابراج كويسه جدا جدا كلها موجوده عندك انت في بيتك، انت في بيتك الاول اللي هو بيت الشخصيه بتاعك، وشويه ابراج تانيين راحوا على برج الثور وشويه هيروحوا على برج السرطان. من هنا لهنا تعال نقول لك الشهر ده عامل معاك ايه يا جوزاء. اولا احنا عايزين نبشرك بشرة خير، وقلناها قبل كده ان المشتري انتقل عندك الحمد لله بتاريخ 25/5، دخل عندك انت وقاعد عندك انت ومستقر، وهيفضل قاعد لمدة سنة، وده معناه ان هو بيعمل معاك الحمد لله تعادل كويس جدا. حتى لو كان بلوتو موجود في برج الدلو، البرج الهوائي زيك، الا انه الحمد لله بدخول المشتري عمل توازن كويس قوي قوي معاك. وهنا اقدر اقول لك انه المثلث الفلكي اللي معمول مع الابراج الهوائيه كلها، مش انت بس يا جوزاء، هيبقى عظيم جدا لمده سنه تقريبا. الشهر ده احنا عندنا تواريخ مهمه شويه هنتكلم عنها، وهي انه زي ما قلنا المشتري دخل بتاريخ 25 مايو عندك انت. 20 مايو الشمس موجوده في بيتك انت، بيتك الاول اللي هو بيت الشخصيه بتاعك. عطارد كمان هيجي عندك تاريخ 3 يونيو ان شاء الله، فسجلوا عندكم يا جماعه التاريخ ده. احنا زي ما دايما بنقول عطارد للشر طارد، فهتبتدي الدنيا تختلف معاكم تماما يا مواليد الجوزاء، سواء ده الطالع او القمري او الشمسي او اي نوع من انواع الابراج بتاعتك. انت لو عندك على الخريطه الفلكيه بتاعك برج الجوزاء مؤثر عليك فلكيا، فانت عندك حاجه تانية بتعدلها من يوم 3 يونيو، انت رايح في حته تانية خالص. المريخ رايح برج الثور بتاريخ 9 يونيو. خلي بالكوا بقى شويه، لانه المريخ هنا لو في برج الثور فهو بيتك ال 12. هنا اقول لك خلي بالك شويه، بس ايش يعمل المريخ مع كل الابراج دي. الزهرة ان شاء الله هتبقى موجودة، هي موجودة دلوقتي عندك انت يا برج الجوزاء، وهتنتقل من عندك بتاريخ 17 يونيو هتروح على برج السرطان، فطبعا هنيئا للسرطان. طيب ده بيدي لك ايه يا برج الجوزاء؟ الشهر ده بيدي لك جمال، بيدي لك مال، بيدي لك جاه، بيدي لك تحقيق امنيات، بيدي لك استشفاء نفسي، وبيدي لك استشفاء من امراض الناس اللي كانت بتعاني من بعض الامراض، او الناس اللي كان عندها مشاكل جلديه بالذات، او كان عندها مشاكل في العيون، في الرمد، الناس اللي كان عندها مشاكل في الحاجه اللي ليها علاقه بالبطن، يعني لو حد عنده مشاكل في المعده، في الامعاء، في القولون، الحاجات دي كلها من برج الجوزاء عندكم استشفاءات عظيمه، وعندكم تحقيق لامنيات جميله جدا جدا هتتم معاكم الشهر ده. برج الجوزاء مفتوح لك سفر الشهر ده، مفتوح لك الكلام، انا هنا بتكلم من 20/5 ل 20/6، مفتوح لك سفر، مفتوح لك هجرة، مفتوح لكم كمان شراء سيارة أو شراء عقار، في شراء حاجة جديدة هتتم عندك أنت يا برج الجوزاء الشهر ده، في التوقيت ده إن شاء الله هتكون موجودة. لو أنا قسمت الشهر بتاعي اللي هو أنا قلت خلاص كده لغاية 20/6، وهتنقل من 20/6 ل 30/6، يعني عندنا 10 أيام تانيين. ال10 أيام دول انتوا عندكم فيهم مكاسب هائلة من الأموال، لأنه الشمس هتنتقل، مش الشمس بس بقى، ده الشمس وعطارد وهيبقى الزهرة موجودة في السرطان، وهيبقى في انتقال كمان. المريخ هيبقى عندك انت في بيتك، هي دي الحاجة اللي أنا هبقى قلقانة منها شوية، لأنه المريخ بيقلقني شويه. المريخ كوكب حرب، كوكب عنف، كوكب مش بيدي حاجه كويسه، ممكن يدي بعض الخلافات في البيت، خلافات منزليه، لكن بقيه اسريه يعني، لكن بقيه الابراج كلها بتدي لك دعم مادي، وبتدي لك كمان دعم في العلاقات. فهنا المريخ مش هيأثر عليك قوي. فانت يا جوزاء انا فعلا بقول لك انت عندك فتره رائعه من السنه كلها، تقدر تبتدي تستغلها احسن استغلال. السنه دي كلها الناس من برج الجوزاء اللي بيشتغلوا في السوشيال ميديا، او بيشتغلوا في الاعلام عموما، في الميديا كلها، او الناس اللي بتشتغل في حاجه ليها علاقه بالطرق، او بيبقى عندهم سفر كتير، او بيبقى عندهم انتقال من مكان لمكان كتير، فانتوا الفتره دي عندكم نعيم، او عندكم حاجه كويسه، عندكم اخبار كويسه هتسمعوها، عندكم نجاحات عظيمه، عندكم كمان مكاسب ماديه رائعه من 20/6 انا اسفه لغايه 30/6. انا هنا بتكلم عن شهر 6 بس، مش هتكلم عن شهر 7 طبعا ولا هيحصل معاكم، لكن انتوا عندكم كمان تحقيق اموال، مكاسب ماديه. الناس اللي كان عندها قضايا في المحاكم وهتنظر في الوقت اللي هو من
20/6 لغايه 30/6 انتوا عندكم ان شاء الله باذن الله انتصارات في المحاكم. الناس اللي كانت واقفه على اعتاب طلاق فمفيش طلاق، في تصالح ان شاء الله. طبعا انا بتكلم عن الناس اللي مش عايزه يتم الطلاق، لكن لو الناس عايزه انفصالات او عايزه تبتعد خلاص هيحصل ابتعادات. الناس اللي عندها علاقات هشه في انهزام او في انفضاض للعلاقات دي، لكن الناس اللي عندها حاجات كويسه او علاقاتها الرومانسيه كويسه فعندكم استمراريه رومانسيه رائعه. ده كمان ممكن يبقى عندكم اعاده للهاني مون تاني او سفر حلو جدا تسعدوا بيه. اتفقنا انه في كمان مكاسب ماديه. اما على الصعيد الامتحانات، الناس اللي عندها امتحانات من برج الجوزاء فان شاء الله باذن الله ان شاء الله هيكون فيها نجاح كويس جدا ونجاح عملي كويس. فان شاء الله الدنيا معاكم كويسه يا اصحاب برج الجوزاء. انا بقول لكم الشهر ده انا فعلا ببشر الجوزائيين كلهم، احنا خوفناكم شويه انا عارفه من 20/4 ل 20/5، لكن الفتره دي خلاص انتهت وداخلين على فتره كويسه، واتمنى لكم يا رب شهر سعيد مليء بالخير وفي كل البركه وفي الرزق وفي السعاده. كان معاكم ساره فوده خبيره الفلك والابراج والتارو. استودعكم الله. السلام عليكم.